لو بتدوري على طريقة مضمونة لتدميس الفول للسحور يبقى الفيديو ده علشانك. دي طريقتي اللي ما بغيرهاش من سنين ودايما نتيجتها ناجحة 100% بإذن الله. في الفيديو ده هنقول كل الأسرار اللي تخليه يطلع معاكي مستوي حبة بحبة وزي الزبدة ومن غير ما يسود منك، وهتسويه في أقل وقت. تابعي الفيديو للآخر علشان تشوفي كل التفاصيل. أنا عبير لو أول مرة تشوفيني، لو لسه ما اشتركتيش في القناة أتمنى تنوريني. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بسم الله. في البداية معايا نص كيلو من الفول البلدي لونه فاتح، والفولة بتبقى صغيرة ومبططة. بنقيه كويس جدا، لو فيه طوب صغير أو زلط أو فول مخروم بنشيله. غسلت الفول وهضيف عليه مية سخنة. الفول بيتنقع من ساعتين لأقصى حاجة 6 ساعات علشان القشرة ما تجلدش وتفصل عن الفول. وده شكل الفول بعد ما نقعته 6 ساعات، اتضاعف حجمه وبقى شكله زي ما انتوا شايفين. دمست معاكم الفول قبل كده في الحلة علشان اللي ما عندوش دماسة. النهاردة هندمسه في الدماسة. هحط فيها الفول بعد ما غسلته بعد النقع، وهضيف عليه جزرة متوسطة مبشورة بتعلي قيمته الغذائية، ونص كوباية من العدس الأصفر مغسول مش منقوع، ونص كوباية من الفول المقشور أو المدشوش، ده بيكون شكله مغسول مش منقوع. وهضيف عليه مية بتغلي، والمية تكون 3 أو 4 أضعاف الفول، ونسيب مسافة علشان الفول لما يغلي هيفور علشان ما يبهدلناش الدنيا. هنضيف عليه مكونين هيسرعوا لنا من وقت تسوية الفول وفي نفس الوقت بيفتحوا لونه. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخل مهمة جدا، مش بتخليه يتأكسد. ومش بنضيف ليمون علشان طعمه ما يمررش. والفول هيستوي معاكي بإذن الله في 2 ل3 ساعات على حسب النار وحرارة البوتاجاز، بتختلف من حد للتاني. هرفعه على نار متوسطة في البداية، واول ما يبتدي يغلي لو في اي فوم او ريم بشيله بالمعلقه علشان ده سبب من الاسباب ان الفول يسود معانا. بعد ما شلت منه الريم هضيف عليه معلقتين كبيره من صلصه الطماطم، ممكن تستبدلوها ببابريكا، ومعلقه صغيره من الكركم، مش بتاثر في الطعم بس بتدي لون حلو للفول، ومعلقه صغيره من البابريكا. هقلب الكلام ده كله مع بعض وهنقل الفول على اصغر عين في البوتاجاز اللي بنعمل عليها القهوه، مولعه النار زي الشمعه. هنقل عليها الدماسة واسيبه يستوي وبراقب التسوية. وكل لما المية تقل بنزود عليه مية سخنة بتغلي، ما ينفعش نزود مية باردة علشان الفول ما يجلدش. وده شكل الفول بعد 2.5 ساعة بالظبط. ازاي هعرف ان الفول استوى؟ باخد منه في طبق وبنضغط عليه بشوكة او بمعلقة، هنلاقيه بيتهرس معانا بكل سهولة وزي الزبدة، حتى القشرة مستوية وطرية مش ناشفة. وشوفولي بقى لون الفول زي الكهرمان ما شاء الله اللهم بارك، وكل فولة حبة بحبة زي ما هي. وخلاص كده هنزله من على النار. دلوقتي هنحضر الدقة والطحينة اللي بتبقى زي على عربيات الفول، اللي بتخلي الفول ليه طعم تاني. في بولة هضيف كوباية من المية، مية عادية مش سخنة، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الملح، وحوالي معلقتين كبار من الخل، وعصير ليمونة كبيرة، ورشة من الشطة. ممكن تزودوا كمية الشطة زي ما تحبوا. هقلب الكلام ده كله مع بعض وندوق ونشوف محتاجة ملح تاني ولا لأ. كده طعمها مظبوط جدا. هتحفظيها في ازازة او برطمان في التلاجة. وكده الدقة الحمرا جاهزة معانا، ويلا بينا نحضر الطحينة. في بولة هضيف حوالي كوباية الا ربع من المية، ونص كوباية من الطحينة الخام، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الملح، وحوالي معلقتين كبار من الخل، وعصير ليمونة كبيرة. هخلط الكلام ده كله مع بعض. انا حسيت ان القوام خفيف شوية فزودت حوالي معلقتين كبار من الطحينة. هخلطهم مع بعض، واخدت كل الكلام ده وخلطته في الخلاط علشان انا عايزة القوام يبقى ناعم زي ما انتوا شايفين. وهحفظه في ازازة او برطمان في التلاجة علشان يبقى جاهز معايا على طول وقت الاستخدام. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكله ولون الفول زي الكهرمان. يلا نغرف منه ونحضر احلى طبق فول. هبتدي اهرسه بالهراسة، وممكن تضربيه في الخلاط او بالهاند بلندر لو بتحبيه مفروم قوي. وهضيف عليه من الدقة والطحينة اللي حضرناها، وبرج الازازة الاول قبل الاستخدام زي ما انتوا شايفين، وهخلطهم مع بعض بالمعلقة، ونضيف ملح علشان نظبط الطعم. وهنضيف عليه حوالي معلقة صغيرة من الزيت الحار او زيت عادي او سمنة بلدي، ويا سلام. ونفنش في الاخر على وش طبق الفول بالطحينة والدقة، وحوالي ربع معلقة صغيرة من الزيت الحار، وممكن تزودوا رشة شطة. وكده احلى طبق فول جاهز معانا. زودي العيش بقى وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب مقدما ان شاء الله. وعلشان الفول ما يسودش معاكي بعد التسوية ويقعد معاكي لأطول وقت، واخر حبة فول تبقى بنفس اللون، هنفضيه في بولة يبرد او تسيبيه في الدماسة من غير ما تغطيه
علشان وهو متغطي بخار المية اللي في الغطا بينزل على الفول وبتعمل طبقة غامقة، فبنتلاشى الموضوع ده ان ما نغطيهوش بعد ما يستوي وننزله من على النار. ايه رأيكم في الفول؟ شكله تحفة جدا. اتمنى في فيديو النهاردة اكون افدتك ولو بحاجة صغيرة، واتمنى تجربوه بطريقتي ويعجبكم بإذن الله وتقولوا لي رأيكم، وهستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني. وما تنسيش فضلا وليس امرا لو عجبتك طريقتي تعملي لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلك كل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.